السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسوش الصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الفيديو بتاع النهارده يا بنات هنعمل مع بعض كده الفطير المشلتت بطريقه سهله وبسيطه، ومكوناته كده مفيش اسهل ولا ابسط من كده. يعني زي ما احنا عارفين الفطير المشلتت مكوناته بسيطه خالص. معايا هنا كده كيلو من الدقيق، هنزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وهنزل بيهم كده على الدقيق اللي معايا، وهبدا ان انا اخلطهم كلهم مع بعضيهم. بعد ما اخلط الدقيق والملح والسكر والبيكنج باودر مع بعض، هبدا ان انا انزل بالميه. طبعا الميه مش هننزل بيها مره واحده عشان العجينه بتاعتي متطرش معانا. هننزل كده حبه بحبه كده لحد ما نوصل لقوام العجينه اللي احنا عايزينه. طبعا لو وصلتي معايا لحد هنا حطي لي لايك يا عسل من ايدك الحلوه. خلطت كده يا بنات المكونات اللي معايا. هبدا انزل كده بالميه زي ما انتم ما شايفين كده، ميه عاديه خالص من الحنفيه، عشان هي عجينه الفطير يعني ما فيهاش خميره ولا نسيبها تختمر ولا الكلام ده كله، فعادي هنعجن بميه من الحنفيه عاديه. لكن لو العجينه فيها خميره، لو احنا هنعجن حاجه وفيها خميره كده بتكون الميه دافيه عشان تسرع معاكي بس الخميره ان هي تشتغل. لكن هي عجينه الفطير سهله وكمان ما فيهاش خميره. بصوا بنزل بالميه كده واحده واحده كده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. بصي يا بنات فضلت كده ان انا اعجن فيها لحد ما لمت العجينه خالص من الطبق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده كده قوام العجينه اللي معايا. هبدا انا اعمل ايه كده، مش هسيبها يعني ترتاح، هنريحها بس المرحله اللي جايه يعني. جبت كده صينيه وهبدا احط فيها شويه من الزيت عشان خاطر لما اعمل احط فيها العجينه ما تلزقش فيها وكده. بص دهنت الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هبدا العجينه اللي معايا هبدا اكورها كور كبيره. يعني مثلا كيلو الدقيق هعمله مثلا 4، لو كيلو ربع مثلا او كيلو ونص على حسب ما انت عايزه حجم الفطيره بتاعتك تكون كبيره، تكون صغيره، تكون وسط كده يعني. بص يا بنات انا باخد قطعه من العجين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبكورها كور كبيره. بصوا وبحاول كمان ان انا اسوي شكل الكرة كده عشان يكون شكلها حلو. بين كل واحدة والتانية باخد مسحة زيت من احط ايدي كده على الصينية وباخد مسحة بسيطة خالص من الزيت عشان العجينة بتاعتي تكون سهلة كده معايا في ان انا اعرف اكورها وكده يعني. بصوا بكورها كده وبسويها خالص عشان يكون شكلها حلو معايا. هعمل الكمية كلها اللي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ادي يا بنات كده بوريكم كميه العجين اللي معايا كلها عملتها كور كبيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان بحط عليها مسحه بسيطه خالص من الزيت، بحط كمان عليها رشه بسيطه كده من الزيت وادهنها، وادهن الوش بتاعها كله عشان خاطر الوش بتاعها ما ينشفش معايا، ولما اجي افردها تكون سهله معايا في الفرد وكده يعني. بصي هي مسحه بسيطه خالص من الزيت على وش العجينه اللي معايا. وهبدأ ان انا اغطيها واسيبها ترتاح. لازم تريح العجينة بتاعتك في كل مرحلة من الفرد عشان خاطر تكون سهلة معاكي في الفرد وكده، ما تتعبكيش يعني. كل ما العجينة ما ترتاح كل ما تطلع معاكي نتيجة الفطير احلى واحلى. بصوا غطيت العجينة اللي معايا يا بنات وسبتها كده ارتاحت. هوريكم كمان شكل العجينة بتاعتي بعد ما ارتاحت هيكون شكلها عامل ازاي. هتلاقوا كرة العجينة اللي احنا عاملينها مع بعض كده تحسها انها ساحت كده وفردت شوية بس كده. وهنا كمان يا بنات معايا سمنة سمنة عادية خالص اللي هي سمنة العلب. هبدأ كده اخد اول واحدة عملتها وهبدأ ان انا افردها معاكم. كمان على المفرش اللي انا هفرد عليه حاطه رشه كده من الزيت، يعني لازم بين كل واحده والتانية احط رشه بسيطه خالص من الزيت.
هبدأ افرد الفطيرة بتاعتي على طبعا على حجم قطعة العجين. يعني لو قطعة العجين بتاعتي اللي معايا كبيرة، هتفرد العجينة بتاعتك حجم كبير، فطيرة كبيرة. لو العجينة بتاعتك الحجم بتاعها صغير، طبعا مش هينفع ان احنا نفردها اكبر من كده عشان ما تبقاش ايه رقيقة خالص. بصوا بعد ما فردتها بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ ان انا اخد السمنة وابدأ احط كده في العجينة اللي معايا. بصوا دهنت كده الفطيرة كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ ان انا ابرمها كده لحد طبعا هي ديت مش دي كده اول مرحلة في العجينة بتاعتي، يعني لسه كمان في مراحل تانية هنعملها مع بعضينا. بصوا برمتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ كده ألمها كده جنب بعضيها، وبعدين هركنها وهكذا. يعني هعمل الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نفس اللي انا عملته في اول واحدة هعمله في الباقيين. يعني خدت شوية زيت وبدأت اخدت كرة العجين بتاعتي وبدأت ان انا افرد فيها، وبعدين هحط سمنة وابرمها كده رول. بفرد كده وباخد سمنة وكأني بحشي الفطيرة بتاعتي سمنة كده. بفرد كده يا بنات وبحط السمنة بتاعتي، وهبدأ كده ألفها كده رول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين بركنها. ده كده أسهل فطير ممكن تعمليه يعني، والنتيجة بتاعته هتكون حلوة إن شاء الله. هنا انا مسرعه الفيديو شويه يا بنات، بس عشان خاطر لقيت الفيديو بتاعي طويل جدا يعني، فحبيت ان انا اسرع فيه عشان خاطر ما ياخدش من وقتكم كتير يعني. بصوا عملت الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا بنات، وهسيبها كمان ترتاح. يعني هسيب العجينه كده بتاعتي ترتاح. هنا كده بعد العجينه بتاعتي ما ارتاحت، هبدا كده ان انا اخد اول واحده برضو عملتها وافكها كده من بعضيها، وهبدأ كمان ان انا افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وانا بفردها كمان بحب ان انا اسويها، يعني عشان خاطر لما اجي اكورها تاني تكون شكلها حلو معايا وتطلع معايا كرة كده مظبوطه. بفرد كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكمان بحط سمنه، بس سمنه المره دي بقى كده مش كتير، يعني مش هنحط سمنه كتير عشان احنا حطينا اول مره حطينا حبه سمنه حلوين. فالمره ديت لا، مش عشان الفطير بتاعي ما يبقاش تقيل ويخليكي كده تاكلي منه ما تزعجيش منه يعني وكده، فلازم تخفي ايديكي في السمنه شويه. بصوا فردتها بالطول زي ما انتم ما شايفين كده يا بنات، وببدا كده ان انا اطبقها من الناحيتين. ببدا بصوا بعملها ازاي، طبق كده وكده على ايدي مسحه بسيطه خالص من السمنه، بطبق كده من الناحيتين لحد ما بعد كده في الاخر خالص احطها كده على بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبرده هركنها شويه، يعني هركنها لحد ما اعمل الكميه كلها واسيبها ترتاح، وبعدين هنبدا نفردها تاني مع بعضينا. وكمان بسويها يعني، وكل مرحله بحب ان انا اسويها يعني عشان تكون مظبوطه معايا. بصوا يا بنات ادي انا عملت الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، وهاخد كده برضو هبدا من اول واحده عملتها وهبدا افردها كده، وبعدين في المرحله ديت هلمها عشان اكورها، عشان ارجعها كده كور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان لما اجي اعمل بصوا بعد ما فردتها كده بدأت ان انا كده الم الاطراف بتاعتها على بعضيها وارجع اكورها زي الاول خالص. بصوا ادي كده شكل الكورة، عشان لما اجي افرد الفطيرة بتاعتي تبقى شكلها كده مدور كده وشكلها حلو. انا بحاول ان انا يعني اعمل معاكم واحدة واتنين عشان خاطر الصورة تبقى واضحة ومفيش حاجة كده تتوه منكم. بص فردتها يا بنات، المرحله ديت مفيهاش ولا سمنه ولا زيت، فردتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين بلم الاطراف وبعدين برجع اكورها من اول وجديد يعني. بصوا ده شكل الفطيره بتاعتي او كرة العجين بتاعتي. في المرحله ديت بقى يا بنات لازم تسيبها ترتاح كويس، يعني هي المراحل بتاعتها كل مرحله لازم الفطيره بتاعتك ترتاح
عشان لما تيجي تفرديها ما تلمش معاكي. يعني دي المرحله ديت لو ما سبتهاش ترتاح هتيجي تاخديها تفرديها هتبص تلاقيها كل ما تفردي فيها هتلم، كل ما تفردي فيها هتلم معاكي. لكن لما تكون الفطيره بتاعتك مرتاحه اول ما تفرديها خلاص على كده تاخد الشكل اللي انتي فردتها بيه مش اكتر، مش هتلمي معاكي خالص. طبعا برضو الفطيره بتاعتك لو عايزاها واسعه هتبقى ايه، هتبقى ناشفه شويه. لو انت عايزاها كده يبقى فيها الطبقات بتاعتك وتكون حلوه كده وطريه، لا ما تفردهاش، ما توسعهاش في الفرد يعني. بصوا يعني خليها كده وسط يعني، ولا هي اللي كبيره جوه ولا هي اللي صغيره، عشان خاطر تكون حلوه من القلب بتاعها تكون مورجه كده وحلوه ويكون فيها قلب يعني ما تبقاش ناشفه. بص الصاج بتاعي اديته مسحه كده من الزيت، مسحه بسيطه خالص، وبدات كده ان انا اخد من العجينه بتاعتي اللي انا سبتها ارتاحت كويس، وبدات كده ان انا افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا كنت باخد مسحه بسيطه خالص من السمنه كده عشان وانا بفرد الفطيره بتاعتي يعني كاني بدهن الوش بتاعها، عشان لما تدخل الفرن يبقى تكون الفطيره بتاعتك لونها محمر كده ويكون شكلها حلو معاكي. هو الفطير المشلتت المراحل بتاعته كتيرة، بس لو ما عملتيش كده الفطير بتاعك مش هيكون حلو، فلازم ان انت تعملي المراحل ديت عشان الفطير بتاعك يبقى مورق كده وشكله حلو ويكون كمان طعمه حلو معاكي، لازم تعمله بالمراحل دي. بس كده كده يا بنات بعد ما فردت الكمية كلها من العجين اللي معايا ولعت الفرن بتاعه وشغلت كمان المروحة بتاعته وحطيت كده الصاجين لحد ما استووا، وبعد ما استووا طلعتهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ديت كانت الطريقة بتاعتي بتاعة الفطير. انا عملته بطريقة تانية على القناة معاكم، بس كانت طريقة تانية خالص مختلفة عن دي. بس طبعا هما الاتنين حلوين والنتيجة بتاعتهم حلوة يعني. بس طبعا لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت تنزلي تحت على كلمة اشتراك تضغطي عليها وتضغطي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بفيديوهاتي. وما تنسيش من اللايك بديك الحلوة وكومنت حلو منك، اكتبيلي كده كومنت حلو منك كده يشجعني.